صغيرين، معلقة ملح برضو، وعجناه فضلت الت فيه. شوف لما خمر، لما القوام بتاعه ده خمر اهو. خمر اهو قدامكم. ماشي، وهنجرسه دلوقتي ونخبزه، نسيبه يترفع شويه برضو ويتخبز. جرسنا العيش اهوت، هنخبز بقى دلوقتي. نجيب حاجه كده، حته قماشه نبلها ميه ونغطي العيش. طيب النهارده احنا بنخبز شويه عيش. النهارده حضرات الساده الاخوان اللي شايفيننا على الكاميرا، معاكم فيديو جديد من يوميات سهور في النيش، قصدي يوميات سهور في الريف. النهارده في اللايف احنا بنخبز اهو زي ما حضراتكم شايفين. شو السيد، بنخبز حبه عيش كده في الفرن اللي احنا بانيينه جديد. لازم انتوا تفردوا الخباز ده الواحد يتملك فيه ويعمل الرغيف واسع كده وحلو. احلى عيش اهو. شوفوا بعد العيش وشوفوا العيش اهو. عشان تعرفوا بس اللي كل جمعه انا بقعد بشتغل. ايوه طبعا لازم تساعدنا يا سيد. ده باليوم الخميس ما بيجي بكون متزنق متخطط لثاني يوم. بعد كده مش هباقي. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ انا بشكر احلى متابعين دخلوا على صفحتي يوميات سهور في الريف. بشكركم جدا جدا حبايبي واخواتي واصحابي واصدقاء وكل حاجه ليا بصراحه يعني. كل اللي متابعنا ويانا انا بشكرك. طيب حاجه جميله شجراتكم اهي. انا بشكركم يا حبايبي زي ولادي. طبعا السيد اخويا بقى النهارده الجمعه وقاعد يوم اجازه، قلت له لازم تخبز معانا. امال اجيب مين؟ مش معانا الا ربنا، انا وامي كل مره. قلت السيد يبقى معانا النهارده عشان يساعدنا. بس احنا بقى بنحب الخبيز كده. لازم يكون الرغيف مفروض كده يا جماعه. ايوه. ودي الخبازه، الناس بتقول عليها فراده بس احنا بنقول عليها خبازه. يعني بحب اتكلم بطبيعتي، مش بغير لهجتي يا جماعه. مفيش احسن من الطبيعه. طبعا ده الفرن اللي احنا بانيينه اللي انتوا شايفيننا واحنا بنبنيه. الصلاة على النبي اهو. شجار العيش. طبعا انا بحط الرغيفين على بعض عشان وانا وامي بنخبز والسيد مش معانا بتعود كده عشان هي نهض على الفرن يعني. اهو شفتوا؟ انا بحب الخبيز قوي يعني بصراحه يعني. خد يا سيد. احنا لو خبزنا لحبة العيش ده الفوق يا نبع الانبوب. شوفوا حلاوة العيش. بالصلاة على النبي. قلنا نجرب فيه العيش النهارده كده، وبصراحه قبل كده شوينا برضه في السمك يعني بعد المباني كده. دي المكنه هي دي اللي بتخبز العيش، المكنه دي يعني هي لولا هي على الناس المكنه دي ما كانش حد عارف يخبز العيش ده. طبعا زي ما حضراتكم شايفين هم زي اختي بتعمل بالاربع ترغيف في الاسبوع. ايوه ده اول مره رغيفين اتنين. الحاجه يا جماعه عماله بتلقم قشطه الفرن ورا اللي بترمي ورا اللي بتنام راح تبني. اهم حاجه اشرب عشان ما فيش اكل من البطل كمي. الصلاة على النبي. شجار العيش. عسل. العيش دردم يا شوكتني. ابويا قال لي سيبك منه. الله الله. جوازك احسن. ايوه يا معلم. هي كبر يا سيطر. قولي لابوكي حاجه قومي يا الله. خلينا نشتغل ونشوف
شوف مصل ايه. شايفين اختي قعدتني يوم الجمعه اجازه. عشان النهارده اجازه وكده، قالت لي تعالى نخبز شويه عيش في الفرن الفلاحي، الفرن القش. طبعا لازم يساعدنا يا جماعه. ودي الخبازه اهي، دي تفرد الرغيف كده. اهو يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين حاجه عسل اهو. ثقة في الله هننجح يا رجال، ثقة في الله. انت بتنفخها عامله زي التنفخه بتاعت قش ولا ايه؟ الواحد يكون نشيط كده يا جماعه وهو جاي من النوم دي كسل. ايوه. أهو. طب احنا كان ناقصنا بس شويه شاي عصريه كده. يعني هو يوم الجمعه اجازه، قلت لازم تخبز معانا كل مره انا وامي، هو مره بعض مره. زنقونا النهارده، يعني بدها تاكل بغذي فيها، زنقتنا النهارده. يعني مش لازم يساعدني؟ ما هو دايما انا وامي اللي بنخبز يا جماعه لوحدنا برضه، يعني يساعدنا يوم. لما انا وامي بنخبز عشان انهض عليها يعني وهي بتسوي، اقوم جايه حاطه زي ما انتم شايفين كده، شوفوا الرغيفين اقوم كده اهو على بعض وافركهم كده كويس اهو. شفتوا؟ شوفوا بقى حلاوه العيش دي. شوفوا دي الخباز، في ناس بتقول فراده بس احنا بنقول خباز، ما بحبش اغير اللهجه يا دي جماعه. بقى احنا بنجيب العجينات من على الصينيه. شفتوا؟ عسل. لما اخبز انا وامي لوحدنا ومعانا ربنا طبعا بخبز بالرغيفين على بعض عشان انهض عليه. شفتوا؟ بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على حضرة النبي. يكون سريع كده في كل حاجه يا جماعه، السرعه حلوه، اهم حاجه تشغل دماغك. ايوه طبعا. الحاجه اللي انت بتعملها تشغل فيها دماغك عشان مش ترجع تعيد عليها من تاني. ما شاء الله. من ساعه ما الحاجه طلعت لنا العيش بقت من فرن الفلاح القش. ايوه. بتزجل عامله زي اللي بتسجل لواحد طوب عشان يرص على الصوت. حاجه من الاخر. اهو عيش زي الفل. اروح لمين يا زمن قول لي، خلي احمد كل ورسمي، كلوا ولا ما كلوش يم؟ استنى. المطرحه كده عشان ما تلزقش. المطرحه عشان العيش ما يلزقش، وده بسم الله ما شاء الله عليه. اهي العيش شوف عامل ازاي، زي العسل. اجعلها بالهنا يا رب لكل اللي ياكل منه. بقت الواحد يقوم الصبح كده يلف سندوتش حته طماطم كده بشويه خضره بالجبنه بالبطاطس كده ولا بدنيا. بيض والله. لازم نشرب الاول. السيد جاي في ريح الميه على طول اهو. شوف. ما علشان تشرب وتاخد راحتك، عشان مش كل حاجه تقول لها قوم هتلاقي يشرب قوم هتلاقي يشرب. ايوه ما لازم الاول. المفروض الواحد بيشرب ساقع، مش يشربونا ميه. يعني انتظرونا جرب حاليا هنعمل شويه جبابره بيضه يا جماعه. ايوه معانا الزيت ومعانا الوفايه. جايبه كل حاجه والله يسيد. لازم الواحد يبقى شاطر كده ويتعلم كل حاجه، عشان لو خطب واحده قدامه ولا اتجوز واحده قدامه وما بتعرفش تطبخ ما تنكلش عليه، لازم هو اللي يعمل كل حاجه ليه بنفسه. هو؟ ما تنكلش على حد يعمل لك حاجه. شوف حلاوه العيش. كلهم قطان مايله. اللهم صل على النبي. شوف العيش عسل. امك بقى يا سيد بتحب العيش الناشف ده عشان السريس والجبنه الحادقه هنطلع نجيب لها من الغطان الوقت. خلي بالك الاراضي كتير هنا يا جماعه. لما نيجي ناكل اكله بسيطه كده لازم انزل فيديو. حلاوه العيش. شفت العيش عسل اهو. هي بتحب السريس والجبنه الحادقه والفلفل اللي في المش، ويكون في طماطم، يعني حاجات كده يعني. بسم الله ما شاء الله، شويه عيش زي العسل طالعين من فرن القش الفلاحه. عسل. يعني الكل يرمي العنابيب على جنب وينزل يبني لها فرن قش، ويا سلام على شويه الكانون دول كده لما الواحد يبنيهم ويعمل عليهم شويه اللحم. مكرونه بشاميل من غير لحم. دي بقى شويه المكرونه هم طالعين مباشر. حلاوه العيش. الصلاه على النبي. لا يا جماعه هو عايز ياكل كده. هتبقى ايه؟ السيد راح اشترى البطين دول عشان نعمل. احنا مش حاضنه فراخ خلي بالكم. مش حاضنه بط اصلا لسه هننزل.
عشان العلف غالي ما نزلناه. جبت البطين دول بايه سايق؟ الواحده من دي ب 3 جنيه بلا. اه البيضه يعني دي الواحد بتلاتة يربي لها جنيه. شويه فراخ احسن. طيب سيبنا. عايز زيت؟ خد زيت اهو. عشان ايه؟ بس لازم الواحد يتركهم كده حلو يا بلد عشان ايه. شفتوا انا خبزت دي كده اهو. تمام. خد يا باشا. دي الجبابيه. ودي بقى التحضيرات اللي هي بتاعت العيش بتاعت الجلولير يا رجال. يا جماعة الخير اللي شايفيننا على القمر، ما تنسوش بقى تلاقي جميلكم منكم كده حلو، وتفعيل للقناة كده واشتراك جميل كل حاجة يعني. انتظرونا كل اللي جاي هيكون جديد يعني. السيد ده عسل جو. السيد اللي بيشجعني في كل حاجه والله يا جماعه. مكرونه. دي المكرونه بتاعت السيد. طعمها جميل. ادي بقى مش عادي اهي. ادي واحد اتنين لا مظبوط، بس انا حاسس ان هي اتاكلت مني. اهو بعملها كده يا جماعه زي ما انتم شايفين كده اهو. يعني مش بتغيب في النار عشان اعرف اللي انا ايه اعملها كده. والله زمان ما خبزنا في كده. دي الزمزمية بتاعتنا يا جدعان. ودي البيض اهوت والزيت والكمون خلطه كده على بعض. تعمل كده عشان لو حط بصلات حط بصلات. دخت بقى بعد ما خلصت يا جماعة هي. يما هات المطرح يعني وانا بعمل ودي دي. دي الجبابرة هم بيض. اللهم صل على النبي.